حبايبي، فيديو جديد على قناة تاروت ملك. اليوم بإذن الله سنقوم بقراءة من هو قدرك، من هو الشخص الذي كتب لك أن تكون معه في هذه الحياة. في هذه القراءة إن شاء الله سنكتشف طاقة هذا الشخص، كيف سيكون اللقاء، وماذا يحمل لكم القدر من مفاجآت بينكما. اليوم عندنا 3 مجموعات، أن كل مجموعة تمثل طاقة مختلفة. ممكن أيضا أن يكون هناك لديكم رسائل مختلفة من مختلف المجموعات، يعني أحيانا تجلبك مجموعتين. أوكي، يعني نسمع الأولى ونسمع الثانية لكي نرى من هي التي أقرب إلينا. اختاروا بحدسكم، هذا أهم شيء بالحدس. ممكن أيضا بأي مجموعة جلبتكم أكثر، وأيضا سأضع الحروف في صندوق الوصف. أوكي، هذه المجموعة الأولى، الثانية، الثالثة. يلا لنبدأ القراءة. يلا بسم الله. يلا لنرى من هو هذا الشخص، ما هي طاقته الحالية، ما هي طاقة هذا الشخص الحالية. أوه. أوكي، هذا الشخص يمكن أن يكون من مواليد شهر 8. ممكن أيضا أن تكون هناك مسافة بينكم، ممكن تعرفوا بعضكم ولكن أرى أن هناك مسافة بينكم، يعني أن هذا الشخص مثلا يركز كثيرا في العمل، أو أنت تركز كثيرا في العمل، يعني غالبا أرى أن هذه طاقته، لذلك نقول أنه هو يركز كثيرا في الدراسة، في العمل، يعني الآن هو يضع تركيزه في بناء مستقبله. أوكي. مع الأيت اوف وانس هناك إمكانية كبيرة جدا أن يكون هناك تواصل بينكما في هذا الوقت هذا. صراحة أنا أرى أن هذا الشخص مركز مع أشياء أخرى، يعني ليس هو الشخص، إذا كنت في علاقة ليس هو الشخص الذي أنت معه في علاقة. أوكي، يعني أرى أنه الآن مركز في بناء مستقبله، في اكتشاف نفسه، أيضا في التعرف على ما الذي يريده من الحياة. يلا لنرى ما هي الصفات التي تميز هذا الشخص، ما هي الصفات التي تميز هذا الشخص، يعني ما الذي يميز هذا الشخص عن البقية. ستكون لديكم طريقة حوار، تواصل جد 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 رائعة، لأن هذا الشخص ليس لديه ذلك المشكل في التواصل. أرى أن التواصل مع هذا الشخص سيكون سهل جدا، وهذا لأنه ركز في وقت سابق على بناء شخصيته، والتقدم في العلاقة سيكون سلس جدا. يعني هذا الشخص ليس الشخص الذي يتراجع، هذه هي من صفاته. ما يميزه، كل الكروت التي تميزه جاءت من السر الأعظم، يعني هذا الشخص هذا سيكون لديه تأثير قوي جدا في حياتك. أرى أن هناك سيكون ممكن أيضا أن يكون هناك ستكون هناك عراقيل في الأول. أوكي، سيكون هناك صعوبات، ستعملون من أجل بناء هذه العلاقة، ولكن أرى أنها يعني الوقت الذي تصلون فيه إلى تواصل سلس بينكما، أرى أن العلاقة ستسير بخطى ثابتة، وليس هناك شيء الذي سيمنعها من الاكتمال. أرى أن غالبا يعني هذا الشخص هذا معجب بك بالشكل الخارجي، عنده إعجاب رهيب بالشكل الخارجي. أرى أن أيضا هناك علاقة جنسية قوية جدا بينكما. أوكي. سيحول عوائق بينكما، ممكن تكون هذه المرأة هذه تحول كعائق بينكما، خاصة إذا قررتم الزواج ستحول كعائق، ولكن أنا أرى أن هذا الأمر هذا أوكي، الفئة فيكم قليلة. أرى أن هذا الشخص هذا الأم ديالو ولا هذه المرأة هذه ستحول يعني بينكما، يمكن أيضا يكون هو قد تزوج، وأرى أن العلاقة لن تكتمل، ولكن هذا لفئة جد جد صغيرة. البقية فيكم الأغلبية
أرى أن هذه العلاقة ستكتمل، ولكن يمكن أن ينهي، أن يفرض هذه العلاقة على هذه المرأة هذه، يعني يفرض العلاقة على هذه المرأة، وهذا الأمر هذا هو الذي سيؤدي إلى اكتمال هذه العلاقة هذه بالزواج. أوكي، لنرى كيف ستتعرف على هذا الشخص هذا. صراحة الأغلب فيكم ستتعرفون بطريقة لبقة، بطريقة محترمة، يعني يا إما في حفل عائلي، في احتفال، ممكن أيضا ستتعرفون في العمل. هناك فئة فيكم قوية ستتعرفون في العمل، وستعرفين في ذلك الوقت الذي تلتقين بهذا الشخص أنه هو القدر المكتوب لك. أوكي، ممكن أيضا أن تلتقوا مثلا في عرس أو شي حفل، وهذا الشخص هذا يعجب بك من النظرة الأولى، وتأتي الجرأة الكاملة أن يتكلم معك في هذا أول لقاء، يعني اللقاء الأول. أرى أنه اللقاء الأول ستظهر مشاعر هذا الشخص، سيوضح مشاعره، سيوضح ما نواياه تجاهك، يعني لن يكون هناك تلك النوايا المخفية. يلا لنرى هل هذا اللقاء قريب أم يحتاج وقت. أوكي، واحد الفئة هناك ضرورة لإنهاء علاقة معينة، إما من جهتي أو من جهتي أو من جهتك أنت. يعني كنت داخل في علاقة، هذا اللقاء هذا سيتم بعد إنهاء هذا الرابط هذا. ليس بالضرورة أن تكون علاقة حب، هناك رابطة التي تؤثر عليك سلبا. أوكي، أرى أن هذا اللقاء ليس بالبعيد كثيرا، يعني ليس لقاء الذي سيتم بعد سنوات. أوكي، أقصى شيء هو 4 سنوات، يعني أقصى شيء، يعني هذا إذا تأخر، ولكن أرى أن هذا الأمر سيحصل قبل هذا. المهم، يلا نرى هل هناك إشارات. ما هي الإشارات التي ستدل على اقتراب اللقاء؟ نهاية علاقة ما، هناك نهاية شيء معين. أوكي، وأنت ستتمنى هذه النهاية. أوكي، تكون نهاية لشيء معين تتمناه أن ينتهي. أوكي، يلا ما الذي يراه هذا الشخص فيك؟ صراحة يرى فيك كل ما تمناه، يعني ممكن العيب الوحيد الذي يكون بينكم هو المسافة. غير هذا فأنا أرى أنه يراك بشكل مثالي، يعني يراك هو الشخص الذي سيحس كأنه حصل على حلمه في الحياة، كأن الأمر الذي دائما نتمناه قد تحقق أخيرا. إذا كان هناك مسافة بينكم، أرى أن هذا الأمر سيصعب العلاقة، ولكنه لن يمنعها. أوكي، يلا لنرى كيف سيتعامل مع مشاعره نحوك. والله هذا الشخص سيوضح مشاعره من الأول، يعني لن يخفيها، لن يتلاعب، لن يلعب، لن يكذب على نفسه، سيكون جد جد واضح، سيخبرك بالمشاعر التي يمكنها تجاهك، يعني بطريقة واضحة جدا. أوكي، يلا لنرى ما هي النصيحة والإرشاد الذي عليك أن تسمعه الآن. أوكي، الذي سأقوله لك هو أن الحب قادم، يجب فقط أن تستغل الفرصة ولا تضيع الوقت في الأمور التي لا مستقبل لها. أوكي، يعني ولا تكن حذر أكثر من اللازم، كن حذر ولكن ليس أكثر من اللازم، لأن هذا سيؤخر عليك تطور هذه العلاقة وتطور حياتك بشكل عام. وكأصحاب المجموعة الأولى، هذه كانت قراءتكم كانت ماذا؟ قراءتكم. أتمنى أن أراكم في فيديو جديد إن شاء الله. هناك فيديوهات على القناة، قوموا بمشاهدتها، ولا تنسوا مدعم القناة بمتابعة وضغط زر لايك. وأراكم في فيديو قادم بإذن الله، ونرى ونجيب على أسئلة جديدة. يلا لنقوم بالمجموعة الثانية.
يلا بسم الله أصحاب المجموعة الثانية، أهلا بكم في فيديو لقراءة لنرى من هو قدرك. من هو قدرك؟ يلا لنرى أول شيء من هو هذا الشخص. يلا بسم الله على بركة الله، من هو هذا الشخص؟ ممكن يكون شخص تعمل معه، درست معه في المدرسة، تعمل معه، هناك رابطة لشيء، يعني عندك رابطة مع هذا الشخص وهي مادية. أوكي، ممكن تكون معرفة، ممكن أن تكون عمل، ممكن يكون زميلك في العمل. إلا ما هي طاقته الحالية؟ صراحة ممكن أن يكون هذا الشخص معجب سري معك في العمل، ممكن أيضا يكون من الجيران. ممكن هناك مال بينكم، مال، أمور ملموسة، يعني عمل. أغلبكم هذا زميلكم في العمل ولا زميلكم في الدراسة، وهذا الشخص معجب بك سرا، يعني هذا الأمر هذا لا تعرفه أنت. لنرى. صراحة أرى أن هذا الشخص سيكون شخص جد مميز. أول شيء الذي يميز هذا الشخص هو أنه شخص عقلاني، ليس شخص تدفعه المشاعر أو تدفعه الأحاسيس تجاه القيام بأخطاء جسيمة يندم عليها. لهذا يعني أرى أنه شخص متزن، شخص حذر أيضا في اتخاذ القرارات. لذلك هذا الشخص هذا ليس من النوع الذي يتسرع تجاه القيام بأمور. أوكي، ممكن أن هذا الأمر هذا عندنا هنا البيج اوف وانز، يمكن أن هذا الأمر هذا أوكي تجاهك ممكن أن يكون أحيانا يقوم بأمور سترى أنت أنها مجنونة نوعا ما، ولكن هذا خارج إرادته. أوكي، عندما يتحكم هو بنفسه، يعني هذا الوقت هذا أرى أنه لا زال يتحكم بنفسه، يحاول أن لا يوضح المفضوح. لنرى ما هي الصفات التي تميزه. أوكي، هو شخص صبور، شخص جد جد صبور، يبحث عن السعادة، شخص يحب السعادة والاستقرار، يبحث عن الاتزان في الحياة. صراحة هذه طاقة جد جد جميلة، يميزها أنه يقوم بالخير تجاه الآخرين، معطاء، ليس حسود. ولكن من الأمر الذي أراه هو أنه لا يتخذ القرارات بسرعة، والأمر هذا ممكن أن يؤثر بعض الشيء بطريقة سلبية على العلاقة، لأنه لا يتخذ القرار، ممكن أنه سيندم إذا لم يتخذ القرار، إذا لم يقوم بخطوة تجاهك. لأن أرى أن هناك تفكير عميق جدا حول هذا الحلم هذا الذي يملكه هو، لأنه يرغب في الحصول على العائلة المستقرة، يرغب في الحصول على هذا التوازن، هذه السعادة، ولكنه عنده تخوفات وتحفظات من أن يقوم بخطوات تجاهك، لأن أرى أن هناك محيط قريب لا يريد تدمير هذه العلاقة القريبة، لأنه متمسك بها ولا يريد أن تتزعزع. أوكي، يلا كيف ستتعرف على هذا الشخص أو كيف ستقابله؟ صراحة لبعضكم ممكن أن تحلموا بهذا الشخص، لا أعرف، جاءتني هذه الفكرة هذه. وهذا الشخص هذا أرى أنكم سترون في أنفسكم، سيكون هناك تشابه كبير جدا في الشخصية. اللقاء بهذا الشخص لن يكون لقاء يعني تقليدي، يعني لن تلتقي به لأول مرة بالطريقة، يعني مثلا في اجتماع أو هذه الأمور. يعني أنا أغلبكم أظن أنكم تعرفون هذا الشخص، الأغلب فيكم، وستكتشفون
أنه هو قدركم أو لا، هو الشخص المناسب لكم، يعني شيئا فشيئا، يعني لن يحدث بسرعة ولا بطريقة مفاجئة. هذا شخص في الماضي أيضا، البعض منكم هذا الشخص في الماضي، لهذا يصعب عليه العودة. لنرى هل هذا اللقاء قريب أم يحتاج وقت. صراحة لا أرى بعيد، يعني 6 أشهر في المتوسط، 6 أشهر، هذا اللقاء ليس بعيد. نرى ما هي الإشارات أو الدلائل على اقتراب هذا اللقاء. سيقع تغيير مفاجئ. أرى أن هناك تغيير مفاجئ، يا إما ظهور مشاكل جديدة، نتأكد. ممكن أن تغير العمل ولا هو يغير العمل. أوكي، الأشخاص الذين هم عندهم علاقة بهذا الشخص وهو شخص في العمل ديالهم، أرى أن هذا الشخص أو أنت ستغير العمل، سيكون هناك بعد، سيكون هناك اشتياق، واللقاء الذي يأتي بعد هذا الفراق هو يعني الذي سيوقظ شعلة الحب من جديد، يعني هو الذي سيغير مجرى الأمور. أوكي، يلا، ما الذي يراه فيك هذا الشخص؟ الله، صراحة أرى شخص واو، أرى أنه يراك أنك أنت الشخص الذي يجلب له السعادة، شخص ينير له الحياة، هكذا يراك، يعني أنت مصدر السعادة بالنسبة لهذا الشخص، يعني كل شيء فيك يعجبه، تعجبه الشخصية، يعجبه الشكل، يعني هو معجب بك في كل شيء، ودائما دائما ما يفكر فيك هذا الشخص، يعني سبحان الله. يلا لنرى ما هي النصيحة التي يعطيها لك الكروت، ما هي النصيحة أو الإرشاد الذي عليك أن تسمعه حول هذه العلاقة هذه. أوكي، يعني الرسالة واضحة. رسالة التاروت يقول لك أنه يجب ألا تجلس وتنتظر هذا الشخص أن يأتي. أوكي، يعني استمتع بالحياة، أن هذا الشخص قادم، يعني لا تنتظر، يعني كأنك شخص، كأنك أميرة تنتظر من ينقذها، لا، طوري من ذاتك، هذا الأمر جد ضروري. وأيضا لا تنتظري، لأنه سيأتي، عيشي حياتك، عيشي التجارب التي ستوصلك إلى هذا المكان، لأنه إذا لم تعيشي التجارب التي ستوصلك إلى هذا المكان فلن تصلي إليه. أوكي أعزائي، يلا هذه قراءتكم أصحاب المجموعة الثانية، دعموا القناة بلايك ومتابعة، وأراكم فيديو قادم بإذن الله، وتابعوني على التيك توك. يلا نرى المجموعة الثالثة. يلا أهلا بأصحاب المجموعة الثالثة، أهلا بكم في قراءتكم لمن هو قدرك. يلا لنرى أول سؤال نجيب عليه، هي من هو هذا الشخص، لنرى ما هي طاقته الحالية. صراحة أراه الآن يعني مشغول جدا ببناء عمله، لأني أراه أنه يستثمر الكثير في هذا العمل هذا من أجل تحقيق أهداف أكبر بكثير. هذا الشخص هذا يعني طاقته جميلة، يعني لكن يحس كأنه يحتاج للمساعدة، ممكن أن يحس بأنه يفتقد الكثير، ولكن لديه الإرادة الكافية للحصول على كل شيء.
ممكن أن يكون لازال يكمل تعليمه، لهذا يعني عنده هذه الطاقة هذه، ولكن أرى أن طريقه فيها الخير والتطور والتغيير. هذا شخص أيضا من مواصفاته أنه صريح، وعنده واحد الإيمان بنفسه بالقدرات ديالو. كي لنرى ما هي أعتذر الكاميرا توقفت. ما هي الصفات التي تميزه؟ أرى أن هذا الشخص شخص مستعد للعطاء، يعني عنده واحد القدرة جد جميلة للعطاء. عنده بعد نظر أيضا، يعني هذا الشخص مر بتجارب كثيرة يعني جعلته يمتلك بعد نظر. يخطط أيضا للمستقبل، وعنده واحد الشيء الجميل جدا أنه لا يراك كمجرد حبيب أو لا مجرد زوجة ولا زوج، لكنه يراك شريك في الحياة، ودائما سيدخلك في الحياة ديالو كشريك فيها، يعني سيبني معك حياته. يريد أيضا أن يطلب أيضا رأيك في الأمور، يعني عنده مشاعر جد قوية هذا الشخص. يلا، وأيضا أوكي، عنده شخصية جد جميلة، جد جميلة. الذي أرى أنه عنده واحد التحكم بالمصاريف، مثلا ممكن يكون بخيلا قليلا، ولكن يعني هذا الأمر هذا بالعكس، بخيل على الغرباء، ولكن مع نفسه ومع عائلته كثير العطاء. يحب أن يبقي يعني الأموال ديالو في المكان الصحيح. عنده شخصية جد جد قوية وجد رائعة، جدا مثيرة. ممكن أن تعجبك هذا الشخصية، تعجب بهذا الشخصية عند هذا الشخص هذا. يلا لنرى هل اللقاء قريب أم يحتاج وقت؟ اللقاء قريب أم يحتاج وقت؟ صراحة اللقاء سيكون متأخر نوعا ما، ولكن سيحتاج منكم إلى تغيير في الشخصية، إنهاء بعض الأمور التي كانت لديكم في الماضي، علاقات، روابط سلبية كانت تمنعكم من الوصول إلى هذه العلاقة هذه. أرى أن ممكن أيضا أن هذا الشخص مثلا إذا كان بخيل يصبح تتغير رؤيته للأمور، يعني يغير رؤيته للأمور. أنت أيضا يجب أن تغير رؤيتك للأمور، وتصلوا أنتما معا إلى شخصية معينة، يعني التطور في الشخصية الذي يجعلكم إما تتغير أهدافكم، تتغير رؤيتكم إلى العالم. أرى أيضا أن هذا الشخص ممكن أنه يكمل دراسته، يصل إلى مكان معين في المعرفة والعلم، يصبح شخص محترم. ممكن أيضا يصبح قائد في عمله، ولا عنده شركة، أو يكون هو يحترم التقاليد والأعراف، يعني ممكن أن يصبح أكثر تدين. أوكي، هذا ما أراه. أنت أيضا يجب أن تتطور شخصيتك، لأن هذا الشخص هذا يجب أن تكونوا في نفس المستوى الفريكونسي، يعني أن تكونوا الاثنان تحسان أنكم ستشكلان عائلة في واحد التلاحم وواحد التآزر. وأرى أن هناك احتفال في يعني اللقاء سيصير، والأمور ستسير بسرعة، يعني لن يكون هناك تأخر. أوكي. هذه تؤكد لن يكون هناك تأخر. أرى أن هناك ستحتاج شجاعة من هذا الشخص، ولكن ستكون لديه الشجاعة الكافية ليتقدم بسرعة. أوكي، يلا لنرى ما الذي يراه فيك هذا الشخص. بسم الله. واو، أوكي، هو يراك أنك هو الشخص المناسب، يعني هو سيصبح في طاقة الكينج اوف بنتيكلز، وأنت ستكونين في طاقة الكوين، أو لا العكس. يعني أرى أنه يراك أنك شخص glamorous، يعني شخص أنيق، شخص يعني منطقي، عملي، أيضا شخص يعول عليه، يعني أنت عندك واحد إحساس بالمسؤولية، واحد الحس بالمسؤولية، واحد القدرة على تحمل المسؤولية. وهذا الأمر جد جد مهم بالنسبة له هو في شريك حياته، لأنه كما قلنا هذا الشخص لا يراك كحبيبة أو لا زوجة، ولكن كشريكة.
أرى أنه أيضا ممكن أن يكون جزءا من الماضي. ممكن إذا كنت مطلقة هذا الشخص سيكون يعرف أنك مطلقة، وهذا الأمر هذا ليس لا يراه هو بسلبية، بالعكس يراه أنك تحررت من تلك الصورة النمطية التي فرضت عليك أن تكوني فيها، وتشافيت من هذا الأمر وتعلمت الكثير من هذا الأمر. أرى أن هذا الشخص سيكون تقليدي جدا، لأنه سيريد أن الأمور أن تسير بطريقة تقليدية. أرى أيضا أن ممكن أن تكونوا التقيتما في مكان معرفة، في مكان عمل، وممكن أيضا أن تلتقوا بعيدين على أسركم، وهذا الأمر هذا هو الذي ستكون بينكم نقط تشابه. يعني هذا هو بيت القصيد، أنك ستكون هناك نقط تشابه بينك وبين هذا الشخص هذا. يلا، كيف يتعامل مع مشاعره نحوك؟ صراحة هو يخاف من المشاعر، يكتمها، سيكتم المشاعر في الأول. هو سيحس بالمشاعر كأنها زعزعت له حياته، ولكن سيكتمها في الأول، والاعتراف والاقتراب تجاهك سيكون بطيء نوعا ما. يعني تطوير العلاقة سيأتي ببطء، ولكن فيه خير، فيه خير، لأنكم الاثنان في طاقة تراب. يعني إذا كان متسرع سيخيفك ستنهي أنت العلاقة. أوكي، يلا لنرى ما هي النصيحة أو الإرشاد الذي يجب أن تسمعه الآن حول هذا الارتباط أو العلاقة. صراحة هذه العلاقة هذه تتطلب العمل، تتطلب تطوير القدرات على التعامل مع الآخرين، تتطلب منكم أن تشتغلوا على أنفسكم. يعني يكون لديكم فهم لذواتكم، قدرة على انتقاد أنفسكم، اعتراف بينك وبين نفسك بالعيوب، بالأمور التي قد تكون نوعا ما سلبية، وتشتغل عليها لإصلاحها. أوكي، هذه الأمور هذه، يعني عندما تقوم بهذا الأمر هذا ستصبحين في طاقة الإمبرس، وهذا جد 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 جميل، جد 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 جميل، يعني واو. أوكي، مفهوم، مفهوم. يعني الرسالة التي لديك هي اشتغل على نفسك، والله سبحانه وتعالى سيجازيك بالخير الذي دائما ما كنت تنتظره والذي تستحقه. أوكي حبايبي، هذه كانت قراءتكم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. أراكم فيديو قادم، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومتابعة، ولا تنسوا متابعتي على تيك توك وعلى انستغرام، وأراكم فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.